أهلين يا حلوين. فيديو اليوم راح أتكلم عن ماسك الصدر. راح أسوي مغلي إكليل الجبل وكركديه شوي، وراح أضيف عليها 3 ملاعق صدر إلى ملعقتين. راح أضيف كوب موية أول على هذا اللي هو إكليل الجبل والكركديه، كوب موية فقط. وبعدها راح أضيف من ملعقتين إلى 3 ملاعق، أنا أفضل 3 ملاعق صدر زي هذا. تشوفون الصدر كذا يجي لونه أفتح من الحنة. بعدها راح يعني أطلع العيدان اللي فيه، يعني أوقات يكون الصدر فيه نفس العيدان هذه فيصير تنظيفه صعب، بس أنا مشكلة هذا تكون فتحاته كبيرة، فالأفضل يكون فتحاته صغيرة بس والله، وأخليه وخلاص. بعدها راح أضيف الخليط، شفتوه بس أخذ غلوة واحدة وأطفي عليه على طول، لا تخلونه يغلي كثير لأن ما مو كويس. بعدها راح أضيف الخليط على الصدر ونخلطه لين تمتزج المكونات. طبعا فوائد الصدر للشعر الدهني مرة حلوة، ينشف الفروة وما يخلي فيها الدهون هذه اللي تنرفز. بعدها راح أضيف ملعقة بس واحدة زبادي، بعضهم يضيفون الكمية كاملة العلبة، لا، ملعقة واحدة تكفي صراحة، أصلا ما لها داعي أنا أشوف، بس يعني زيادة حلوة، يعني ترطب الشعر وتخليه كذا شوي لمعة. أفضل أنا ملعقة واحدة بس تكفي، وتسوي ميكس 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 لين تمتزج كلها، لين يصير شكله زي كذا. تشوفون أنا أحبه سايل، إذا أنتم تحبونه سايل أوكي، إذا تحبون القوام يكون ثقيل عادي ما في مشكلة، ضيفوا عليه صدر يصير ثقيل، أو قللوا السائل. بس أنا عن نفسي أحبه كذا قوامه، بعد أسكره بكيس زي كذا ويصير، خليته ليلة كاملة عشان أستخدمه. طبعا هذا بعد الليلة استخدمته، شوفوا هذا شكله كذا يطلع، حطيته على شعري تقريبا 2 إلى 3 ساعات، إذا تبون تطولون كيفكم عادي ما في مشكلة، من 2 إلى 3 ساعات حلو. ومرة مرة يا بنات فوائد الصدر خاصة للشعر الدهني مرة تجنن. الحين حطيته على بس الجذور مثل ما انتم شايفين، الأطراف أبدا ما حطيت عليها ولا جيتها، بس الجذور عشان ما أبغى الأطراف تنشف. بعدها خلاص غسلته، شوفوا كيف اللمعة، ترى اللمعة دي من الزبادي، الزبادي يعطي لمعة زي كذا. شوفوا من تحت أضفت البلسم وخلاص، وانتهينا. أتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسون الاشتراك واللايك. باي.